السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الورداني عاملين ايه؟ واهلا بكم في ملعب الورداني. النسر الاهلاوي وبدهاء كولر نجح انه يستدرج صن داونز على ملعبه وسط جماهيره، والساعة 3 العصر وفي عز النقرة واكيل لحوم البشر ومثلث برمودا، ونجح الاهلي في الحفاظ على نظافة شباكه، وفشل صن داونز في ترجمة السيطرة والاستحواذ النظري الوهمي اللي على ورق. فشل في كل الكلام ده انه يترجم كل الحاجات دي الى خطوره حقيقيه، بقى كره في العارضه، كره مش عارف، او ان انا اسجل. هنتكلم مع بعض بالتفصيل في كل شيء، بس في البدايه رجاء من كل اخوتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وريت ندعي لوالدي واخونا ابراهيم شيكا واخونا احمد رفعت وجميع امواتنا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم او الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي اللي قدامه فضلا وليس امرا لايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم يا حبايبي الورداني. والله بقى نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فين بقى بيتر فالوليلي ومكارينا موكوينا مكارينا؟ وفين الكلام ده كله؟ مفيش ليه؟ عشان رجولة لعيبة الأهلي والدفاع المنظم والتكتيكي والمكتيكي ودهاء كولر. وأنا حاطط سيناريو بقى نازل، أنا عارف أنا عاوز إيه. بالرغم من ده كله برضو الأهلي مثل خطورة. سان داونز المفروض على أرضه وكل الظروف في صالحه والجماهير ومش عارف إيه وكل الكلام ده كله، ما قدرش يجيب كرة مثلا في عارضة، كرة جون جون يتحسب اوف سايد. لا، مين تخيل بقى مين اللي عمل كده؟ الاهلي، اللي هو نازل اكتر حاجه الطابع الاكتر طابع الدفاعي 80% و20% مرتدات وكرات طوليه اللي جابت نتيجه بالمناسبه. ده غير بقى ادوار امام جريندايزر اللي هو اللعيب المحوري، وعندك جراديشار راس الحربة ولعيب محطة وحاجات كتير جدا واللي مثل خطورة، وغير أشرف بن شرقي اللي جاب جون واتحسب اوفسايد، وغير إن الأهلي برضو في كلام على ضربة جزاء. قدرت أنا بكل الظروف دي والعوامل دي وفوق سطح البحر ومش عارف إيه وبيجروا زي الأسود وبيعملوا، قدرت أنا بكل ده قدرت أقدم الأداء ده بشخصية الأهلي، وقدرت ألعب بالروح والجرينتا وملتزم. كان في أخطاء بسيطة، ان انا كنت بفقد الكرة بسهولة في سنة ارتباك. الكلام ده بقى اللي احنا مش عايزينه يحصل في القاهرة، لان اديك شايف سان داونز عامل ازاي. هو بيقدر يخرج وانت عامل تكتل، هو بيقدر من على الاطراف ومن العمق والكلام ده كله، وبيقدر يوصل، بس ما قدرش يعمل حاجة. انت عامل تكتل اللي انت عامله وبتقدر تستخلص الكرة، بس انا مش عايز بقى لما استخلص الكرة اشتتها غلط اي حاجة. لا، انا عايز اجيب الكرة اديها في رجل لعيب، ده رجل زميلي يطلع ويعمل، والرؤية والإسكان والخد وهات والوان والتو والكرات اللي بين الخطوط والكلام ده كله، وأقرب مسافات وألعب مسافات ضيقة ومن العمق والتسديدات والعرضيات أعمل خيلة. ده اللي لو الاهلي قدر باذن الله وان شاء الله يعمله، لان كل المؤشرات زي ما قلنا بتصب في مصلحه الاهلي. لسه كل 90 دقيقه، لسه في 90 دقيقه، لكن باذن الله وبالمؤشرات وبالاداء اللي احنا شايفينه وبالاداء ده، وان انت كنت تلعب كده بره ارضك ومثلت خطوره، فطبعا كل المؤشرات بتصب في مصلحه الاهلي. وباذن الله الاهلي يحسم العوده ويتاهل للنهائي، وتكون النجمه الثالثه عشر للنادي الاهلي. طبعا التشكيل هيكون مختلف هنا، مش هيبقى فيه خمسه بقى ورا ولا الكلام ده. ما طبعا مروان عطيه اساسي مع الاربعه اللي ورا، العش ورامي ربيعه واشرف داري ومحمد هاني. وعندك قدام زي ما قلنا مروان عطيه، هتحط معاش احمد رضا، تحط بقى معاه امام عاشور، عندك بن شرقي، عندك طاهر محمد طاهر، عندك جراديشار، وعندك بودلة برضه. لكن ما اعتقدش انه هيبدا بقفشه. كنت ممكن تبدا بقفشه واستغل امام برضه مع بن شرقي، لكن هو مش هيعمل كده. انا بقول لك مش بعيده، الله اعلم ممكن، لكن هو مش هيبدا بقفشه. مش عشان انا عاوز بقى واعمل إيه، لا مش هيبدا بقفشه. واستغل كل الظروف دي في صالحي، مش عشان بقى معايا جماهير وعشان ما اكررش بقى موضوع الهلال، استغل كل العوامل دي في صالحي. انزل، اللي هيفرق حاجه واحده، حاجه واحده فقط لا غير هي اللي هتفرق. انا هنزل مركز زي ما كنت مركز بره، هنزل مركز، مفيش ثقه زايده،
الثقه العاديه، الثبات الانفعالي، مفيش اخطاء زي ما قلت، ما فقدش الكره بصوره، التوتر، القلق، ما شتتش غلط اللي هو التشتيته اللي بتبقى على حدود ال 18 بتاعي دي، مفيش الكلام. قدرت اعمل كده باذن الله. باذن الله الاهلي هيكسب وهيتاهل للنهائي. حبايبي اخواتي، الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كنت بننزله. ما تنسوش تقولوا رايكم في كومنت. سلام.